السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده اكله لذيذه قوي 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 من بواقي التلاجة. مفيش اي حاجه هتبقى مكلفه معانا. دي حاجات كده كانت في التلاجة ممكن تبوظ مننا او ملناش نفس ناكلها، فقلنا نغير من شكلها علشان تبقى اكله لطيفه كده ولذيذه، ونحب ان احنا نفسنا تتفتح لها يعني وناكلها. طبعا هتقولي لي اصل في فراخ وكنت جايبه فرختين عشان نعمل بانيه منهم او شيش او بتاع، والوراك بتاعتها كانت معانا برضو في الفريزر. ولو مش موجوده ممكن برضو الاكله دي مش هيكلفك حاجه فيها غير البروتين بس يعني. وركين 3 مش هيكلفوا معاكي 70 جنيه، 65 جنيه، 80 جنيه، على حسب حجمهم وعلى حسب العدد عندك. بس الاكله فعلا لذيذه ومفيده ومغذيه جدا، حلوه قوي قوي وهتعجبك وسريعه. مش هتاخدي 5 دقايق في تحضير اي حاجه فيهم، كل حاجه فيهم هتاخد 5 دقايق. كان عندي كام كوسايه كده في التلاجة قربوا يبوظوا من كتر ما هم مش عارفين ناكلهم نعملهم ايه. في حتى كوسايه باينه هي متلج نصها، بس برضو ولا يهمني، هقشرها برضو وهعملها. طبعا هنقشرها كده زي ما انا بقشرها عشان خاطر هي الكوسه قديمه شويه. انما لو انت جايبه كوسه جديده فعادي اعمليها بقشرها عادي، طالما القشر نضيف اغسليها واعمليها عادي. انا غسلتها وقشرتها كده عشان القشر شكله مش الطف حاجه، وعشان ما يبقاش بيشد معايا واحنا بناكل. مسكتها قشرتها كده كلها ونضفتها حلو قوي وما خليتش فيها اي حفره ولا اي حاجه ممكن تبقى بايظه او ليها شكل مش لطيف. وقمت مقطعاها اول حاجه كده. قشرتها كلها وظبطتها، وبعدين قطعتها بقى شرايح كده رفيعه زي ما انتم شايفين سمك الشريحه كده. عايزين تعملوها دواير برضو اعملوها، مش هتفرق خالص. طبعا في بعض الناس من المقدمه عرفت احنا هنعمل ايه النهارده. دي كوسه بالبشاميل بس بالبينك صوص، اللي هو انا عاملاها عادي بالصلصه وعاملاها باللبن. يعني فيها الفايدة عشان خاطر اللي عنده أطفال ما بتحبش اللبن أو ما بتحبش البشاميل، ده يستخبى وسط ده وياكلوها برضه غصب عنهم. جبت حوالي 15 فصوص توم كده على حسب انتوا بتحبوا الكمية بتاعته قد ايه. وضغطت عليهم بالسكينة كده. أول ما بتضغطي عليها ببطن ايدك بالسكينة القشرة التومة بتطلع من القشرة على طول. بس ما تضغطيش باتجاه والسكينة في العكس التاني علشان خاطر السكينة ما تتقطمش وتقولي ان انا السبب. خلي بالك هتضغطي عليها ضغطه كده بالسكينه من فوق هتطلع على طول القشره. ده اسهل بقى من ان انا نقعد نوسخ الهون وما اعرفش ايه. مليت البخاخه بتاعه الاير فراير كده بالزيت، وقمت رشها كده بخ 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 كده. ورشيت عليها حبه التوم اللي انا فرمته. قمت مديها رشه كزبره كده، ولو عايزه رشه ملح كمان تطعميها تبقى حلوه قوي. قلبتهم حلو قوي كده مع بعض. قمت بقى قلت اقليها. اللي عايز يشوحها في صينيه على البوتاجاز حلو مش هتقول لا. اللي عنده اير فراير يحدفهم فيها وكده كبر دماغه من ناحيه الكوسه هتستوي مع نفسها. مش هتاخد 10 دقايق على درجه حراره 200. هنعلي الحراره خالص عشان نحمرها كاننا بالظبط بنحمرها في الزيت، او بنشوحها في صينيه مع معلقه سمنه. لو هتشوحيها في صينيه معلقه سمنه مع معلقه زيت مع فصين الثوم. خدت انا بقى فصين توم كمان كده ركنتهم. قمت حطاهم في طاسه مع معلقتين سمنه ومعلقه زيت. واول ما بداوا يحمروا قمت طشاهم بحبه خل وحط عليها معلقه كزبره. وجبت كيس صلصه كده من الفريزر زي ما هو في قلب الطاسه بيتفك على طول يعني. مش لازم اقعد افك هو لوحده بره وكده. كله في 5 دقايق زي ما قلت لكم. اول ما بدا يفك منه شويه كده قمت حايشه منهم معلقتين على جنب. واقول لكم هنعمل بيهم ايه. هينفعونا يعني. دي خطوه برضو كده في السريع يعني وفي السكرات. كنت مزوده حبه ميه عشان الصلصه تفك فيهم بدل اللي انا خدتهم منها. وبعدين بقى رشيت عليها رشة ملح ورشة كزبرة ورشة كاري. اي اكل معاه فراخ بحب احط معاه كاري قوي، بحس ان هو بيعزز الطعم كده وبيحسس ان الفراخ ليها طعم كده حقيقي يعني. معلقتين الصلصة بقى اللي على جنب حطيت عليهم رشة فلفل ورشة ملح ورشة كاري برضو. زي ما احنا قلنا كده اي حاجة فيها فراخ بتحب الكاري قوي بالنسبة لي يعني. واعتقد اغلب الناس هتقول نفس الكلام. معلقتين الصلصة بقى اللي ركناهم هنحط عليهم معلقتين زيت كده ونقلب ونسيبهم على جنب. نجيب كوباية كده نجيب عليها معلقتين دقيق ونحطها نكملها مية. اللي عايز يحط لبن يحط لبن، اللي عنده ولاده ما بيحبوش اللبن وعايز يدخله لهم في اي اكل يقوم حاطط يكمل لبن. انا ما كانش عندي لبن حطيت ميه. بنوفر برضو يعني عادي، ما احنا قلنا بقى دي اكله اخر الشهر. قلبت كويس كويس خالص ما يبقاش فيه اي تكتلات. ولو انا شاكه ان لسه عندي تكتلات قبل ما انزلها على الطاسه احط شبكه كده اللي هي صفايه دي مصفى واصفي بيها.
قلت قبل ما انزلها في الصلصه اقلب معاها مكعب مرق الدجاج كده، بتعزز الطعم قوي قوي وبتخلي الصوص طعمه حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده الصوص الاحمر بقى لونه بينك وبقى شكله لطيف قوي. البنات هتحب الاكله دي لو لو عندكم زي كده بيحبوا اللون البينك. ربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ان شاء الله. دوقي 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 دوقي، دي لذيذه جدا، تتاكل كده اصلا مش محتاجه معاها ولا خضار ولا فراخ ولا اي حاجه. فعلا الصوص ده لذيذ قوي. ممكن تستخدمي الصوص ده مع المكرونه على فكره، الاسباجيتي، المكرونه القلم، اي مكرونه. هنا الفراخ بقى كنت نقعاها طبعا، انا كده كده باين الفراخ في الفريزر نظيفه واسمها ايه، ومتنضفه وفيها التتبيله بتاعتها. 10 دقايق بالظبط في الحله الضغط دي بتكون الفراخ طالعه ناعمه جدا. هتقولي اصل الفراخ ما بتاخدش نص ساعه سلق، لا في الحله فعلا 10 دقايق بس، بتطلع زي ما انتم شايفين كده مفكوكه من بعضها كمان. يعني الحله دي بتوفر عليكي نص وقفه المطبخ في الوقت. بصوا ناعمه ازاي وجميله ازاي. طبعا انا مش بتاكد انها استوت، انا عارفه، انا كنت بدوق يعني. الحله دي بتوفر عليكي نص الوقت، وبتوفر طبعا الغاز، وبتوفر حاجات كتير قوي يعني. دي وانتي مستعجله كده بتعمل الكوارع في ساعه وربع يعني، الكوارع اللي بتاخد 3 ساعات. فلو عندك اولويه لشراء حله او هتجددي طقم حلل، هاتي حلل ضغط. حلل ضغط من الزنوكي اليدوي عادي، مش لازم تجيبي يعني الاوتوماتيك والحاجات ام 5000 و6000 كده، هاتي اي حاجه تقضي الغرض. هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين الكوسه بتاعتنا كانت خلاص اتحمرت وخدت كده ايه وش كانها مقليه في الزيت بالظبط. هنزلها في الصلصه واخليهم يشكشكوا مع بعض 10 دقايق كده لحد ما الفراخ تاخد لون معانا. نزلت الكميه كده كلها، دول كانوا 5 كوسات، دول على قد الوجبه يعني. اللي ما بيحبش يبيت اكل في التلاجة، وكده كده احنا اصلا بنعمل اكله من بواقي التلاجة، من الحاجات اللي احنا كده راكنينها ومش عايزين نركن تاني، الاكل صبح بصبح بيبقى ليه طعم احلى. هسيبها بقى هي كده على نار هاديه تاخد وتدي عشان الصلصه تدخل في قلب الكوسه كده ويدوا طعم بعض. كده كده انا الكوسه مستويه عندي والصوص عندي مستوي. المعلقتين الصلصه بقى اللي احنا كنا راكنينهم وحاطين عليهم فلفل وكمون وكزبره وكاري وملح وزيت، هما دول بقى عملنا بيهم وش للفراخ كده. ونعلي الحراره و10 دقايق ولا 12 دقيقه هتعمل معانا احلى كفر مقرمش ولا كانها مشويه. كان عندي بتنجان كده معمول له دقه ومخلل في قلب التلاجة، طلعته مع بواقي التلاجة. وكان عندي ايه طبقين رز كده ولا طبق رز كبير من امبارح برضو في قلب التلاجة، طلعته وحطيته في الميكرويف يسخن. مفيش ميكرويف، سخنيه في قلب حلة صغننة براحتك عادي، الدنيا مش هتقف يعني. قمت عاملاه كده شكل قوالب يعني عشان التصوير يعني، انما لو مش بصور مش عاملين قوالب ولا غيره. احنا هنحط كده في طبق وهناكل كلنا من طبق واحد عشان المواعين معلش، بس يلا عشان خاطركم انتوا وعشان الشياكة ما تقولش علينا حاجة. وحطيت كده لكل واحد على قد الكمية اللي هياكلها في الطبق جنب عشان يعني قال يعني ياخد ايه من المكرونة من الرز مع الكوسة والفرخة في نفس الطبق ده، توفير اطباق برضو يعني بس بطريقة اشيك. اهو شايفين الوراك كده ايه، انا ما كملتش عليها الوقت على فكرة، ما استنيتش لما 13 دقيقة خلصوا، هما بعد 6 7 دقايق قمت مطلعها خلاص. هي كانت خدت وش وقرمشت وبقت طعمها حلو قوي قوي قوي، مع بقى حبة مخلل، حبة بتنجان، وبس كده. عايزة تعملي شوربة لسان عصفور اعملي، عايزة كان عندك اصلا شوربة لسان عصفور الف هنا. وتسلم ايدك وتسلم وقفتك وتسلم رجليكي يا قمر انت ان انت وقفتي تعملي لهم غدا اصلا.